السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم كل المتابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير، ما تنسوش تسمّوا بالله وتصلّوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده إن شاء الله هنعمل خير، هاعمل كده وجبات وهاطلّعها لإني في ضيق شديد، وأنا متعودة لمّا أكون في ضيق شديد أطلّع وجبات الإطعام اللي هي أحب الحاجة عند ربنا، ربنا يتقبّل. طالبة منكم في الفيديو ده إنكم تدعوا لي بفَك الكرب ولكم بالمثل إن شاء الله. دي الوجبات، أنا أطعمت أسرة إن شاء الله بإذن الله، بعد كده نطعم أسرتين و3، ربنا إن شاء الله يفتحها علينا ويفتحها عليكم ويوسّع رزق الجميع يا رب. دي كده الوجبات اللي أنا عملتها، عملت كده مكرونة بالبشاميل قطعتين من الكفتة ونُص رغيف وغلّفتهم كده زي ما أنتم شايفين. جِبت أطباق فِل وغلّفتهم بالإسكوتش والورق الفويل وحطيتهم لأسرة، وإن شاء الله ربنا بإذن الله يكرمنا ويكرمكم. عايزة أقول لكم إن أنتِ ممكن تطعمي ناس من يعني فرد، فردين، 3، 10، كل واحد يا جماعة وإمكانياته، ربنا يدّي الجميع. أول حاجة كده جِبت 5 معالق من الدقيق عليهم 5 معالق من السمنة، عليهم رِتر ونُص من اللبن، و1 مكعب ماجي وملح وفلفل، وقلّبتهم كويس أوي، وكمان حطيت كوباية من مَيّة المكرونة بعد ما سلقتها وقلّبتها علشان خاطر أعمل البشاميل بتاعي. وقلّبت كده كويس أوي، ولمّا طَخَن معايا زي ما أنتم شايفين حطيت على طول موتزاريلا عليه. دي المكرونة اللي أنا سلقتها، خدت كده حوالي طبقين من البشاميل عشان أنا عاملة ما شاء الله كمية، وابتديت إن أنا أحط رصة من المكرونة وعليها العصاج ورصة تانية من المكرونة، ودي طواجن علشان خاطر برضه تبقى مع الصينية. وابتديت إن أنا برضه أرُص نفس الرصة، مكرونة وعصاج وبعدين مكرونة وبعدين ناخد البشاميل. المكرونة اللي أنا حاطاها دي حطيت عليها كوباية من البشاميل، جنّبتها على جنب علشان خاطر أحطها على المكرونة. بعد بقى ما أخلّص المكرونة أحط معلقة من الزبدة على الوش، وكمان شوية من الموتزاريلا على الوش، بتنقل الطعم في حتة تانية. دخّلت دول في الفرن وعملت الكفتة، إن شاء الله هانزّل لكم الكفتة في فيديو تاني علشان خاطر ما اطوّلش عليكم الفيديو. وابتديت إن أنا أعمل الوجبات، ما شاء الله كانت تحفة. يا ريت كلّكم تدعوا لي بفَك الكرب، واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.